طبعا اجينا لكم مقطع جديد وحصري يوم 20/5/2024. هذا المكان هذا الكل يعرفه، بالاخص الخليج. هذا مكان شيراز، شارع شيراز. هذا يعني تقريبا 90% من الجالية الخليجية هنا تستقر. هاي الاوتيلات والمكان اللي يعتبر اوروبي رسمي. فأكيد كأسعار مختلفة عن باقي الشوارع مثل نواب صفوي أو طبرسي، فرق كلش هواي هذا الشارع. فإحنا نجي نتجول يمه أكثر وقتنا. هاي هنا شوف هاي الفلكة، وهذا الإمام الرضا شلون مسافة بسيطة علي ابن موسى الرضا، مسافة مش قريبة. وهذا الشارع هذا الاستقرار الرسمي مال الأخوة الخليجيين، كويتي، سعودي، قطري، إماراتي، العماني، كلهم هنا. وهاي المتحف اللي قبالهم. هذا شارع شيراز. حياكم الله، بناكم التفاصيل مالته. اخوكم وخالدكم محمود المهاجر. نفس الدعم يدعمكم، لا تنسونا بالدعم. بازار غدير اللي هو مال الاخوان الخليجيين بالاخص. يعني اليوم نقول عراقيين موجودين بس 10%، بس الخليج لا 90%. هذا المتحف مقابل الاوتيل الفخم كلش. وهذا الشارع يعني تفاصيله غالي جدا، اذا كان اوتيل او طعم. يعني فرق الطعام والاوتيل والمساويق، فرق على طبرسي وفرق على نواب صفوي. جمالية فكأسعار كلش فرق، يعني فرق مضاعف. ناخذكم السوق غدير. هذا اوتيل، هذا بازار غدير، هذا سوق غدير. شوف هاي تفاصيله كلها. بعد راح تدخل تلقى اكيد طابقين. حياكم الله، واكيد راح نستمر وياكم، بس نرجو دعمكم. اكيد يدعمونا بلايك، اعجاب، تعليق، وانا بخدمتكم. حياكم الله. بعد احنا نكمل شارع شيراز. هاي نهايته. هذا التمثال، هذا تمثال عظيم الكل يعرفه. هذا الامام قريب جدا. هاي تفاصيل شارع شيراز. حياكم الله، ولا تقصروا بالدعم، دعم القناة. هاي الاجواء مالته اجواء خليجية يعني بحتة. بس اعيد واكرر، قلت لكم فرق بالاسعار وهاي الامور، بس كجماليه كامور خاصه هواي فرق. فحياكم الله.